بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل المرسلين. النهاردة هنتكلم على حاجة ممكن تكون في ناس تعرفها، ممكن تكون ناس متعرفهاش. ازاي أركب اكسسوار مصري على اكسسوار مستورد. في اكسسوار بس ايه عشان بس تبقوا معانا في الصورة. ده اللي هو بيبقى ليه وش ستانلس ده، والمصري اللي هو نحاس اصفر اللي هي المفصل بتاعته بالشكل ده. ده المصري اهو، الاصفر ده ممكن يبقى ابيض عادي، وده المستورد. ازاي نركب ده على ده؟ المفروض ان ده اسمه الماني وده مصري، مينفعش يركبوا على بعض، بس ساعات الظروف بتضطرنا اللي احنا نركب ايه ده على ده. المستورد بيركب على عقب او فلانشة قطرها 15 مللي، يعني دي كده قطرها 15 مللي، يعني سنتي ونص. تمام. بتركب بالشكل ده كده، تمام اهي، تركب بالشكل ده. حلو. ده القطر بتاعها. اما المصري اما المصري هو بالشكل ده. بصوا القطر بتاعه 8 مللي، اللي هو ده يعني احنا عندنا الاكسسوار نوعين، ده اصفر ده مصري، ده مستورد اللي هو بيبقى ليه الوش الستانلس ده، عشان بس ايه يبقى احنا متخيلين المنظر. تمام. يعني احنا عندنا نوعين، ركزوا معايا، مصري مستورد. معلش انا بعيد وازيد عشان الناس ايه ما عندهاش فكرة قوي. بس ده مستورد قطره 15 مللي، وده مصري قطره 8 مللي. حلو. انا لما اجي اركب المفصله لازم قطرها، يعني ما ينفعش اركب المفصله دي هنا، صح كده؟ ما ينفعش، يعني لازم المصري يركب مع المصري، ده اللي انا اقصده، والمستورد يركب مع المستورد. لا، انا النهارده بقى هركب مصري على مستورد، هعمل كوكتيل كده. ممكن يبان الموضوع غريب شويه، بس هو ايه يعني ممكن. فاحنا بنعمل ايه؟ بعمل حاجه زي دي عند الخراط، حته حديده طولها حوالي 4 سنتي، 2 سنتي 15 مللي، و2 سنتي 8 مللي، يعني هقسمها بالنص. يعني دي كده قطرها 15 مللي، ودي قطرها 8 مللي، ودي طولها حوالي 4 سنتي. تمام. فايدتها ايه بقى القطعة دي؟ فايدتها ان انا هركب ده على ده، يعني انا هركب دي هنا اهو كده بالشكل ده. تمام كده. وهجيب المفصلة هتركب معايا هنا في القطر ده. يبقى انا كده ايه ريحت الطرفين، ركبت هنا وركبت هنا. انما في العادي يعني ده القطر بتاعها، تمام، ده بتاع المستورد، مش هينفع يخش هنا، ده 8 وده 15، مش هيخشوا جوه بعض. وفي العادي برضو ان ده القطر ده 8 ما يركبش معايا المستورد. تمام. انما انا لما بعمل القطعة دي بتركب لي المصري على المستورد والمستورد على المصري. يعني انا ده كده ممكن اركب عليه مفصلة مستوردة. تمام. كده هيركب معاه نفس النوع بتاعه، حاجته يعني زي ما بيقول. بس انا حبيت افيدكم، هي ممكن تكون يعني معلومة تافهة او بسيطة، وممكن يكون في ناس متعرفهاش، بس هي ساعات بنحتاج. انا معايا مثلا عندي باب اكسسوار نحاس، وعندي بقية الواجهة اكسسوار مستورد، فالباب ده انا ممكن اركبه. ينفع اركبه. في ناس بتقول لك ما ينفعش، هو بالنسبة له ما ينفعش، ممكن مش عارف الفكرة دي. او عندي باب مصري وعايز اركب له حاجات مستورده، ينفع. في تعديلات بتتعمل، ممكن تتعمل بطريقه ما، زي الطريقه دي من ضمن الطرق، ان احنا نعدل من حاجه لحاجه بحيث ان انا اركب ده على ده. بس هو الطبيعي ان المصري بيركب مع المصري، انا بتكلم على الطبيعي، والمستورد بيركب عليه المستورد بتاعه، ده الطبيعي. انما احنا لو احنا عايزين، عندنا مشكلة وعندنا حاجة، ممكن ندخل ده في ده، ممكن. انما الاصل المصري مع المصري والمستورد مع المستورد بتاعه. ماشي.
شكرا، انا اتشرفت بيكم. كان معاكم احمد العربي، شركة ريماس. شكرا.